اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين والمحبين لقناة المزيكاتي. في حلقة النهاردة هوريك ازاي تعمل ميكس قوي جدا زي البروفيشنالز للجيتار بتاعك، وكل ده باستخدام حاجات بسيطة جدا 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 المتاحة من برنامج كيوبيز. هنعرف مع بعض ازاي نستخدمتها بس بعد الفاصل الموسيقي. قبل ما نخش على الجزء العملي عاوزك تجيب هيدفون انت بتعتمد عليها وصوتها بالنسبة لك حلو جدا، لان الديتيلز اللي انا هعملها في البرنامج مش هتوضح من خلال التليفون، فلازم يكون معاك هيدفون كويس يا اما سماعات مونيتور بتاعت استوديو كويسة. ولا بينا نخش على الجزء العملي. هنقسم مع بعض الميكس لكذا نقطة، ونبتدي بأول نقطة وهي الEQ. التراك عندنا مكون من درامز، بيز، جيتار 1، جيتار 2، جيتار 3 والسولو. حاجة مهمة جدا وانت شغال في الميكس بتاعك لازم تكتب ديتيلز عن كل حاجة انت عملتها. بمعنى مثلا انا سجلت جيتار نوع معين بإفكت معين بحاجة معينة، اكتبها. ده هيساعدك لما تيجي تعمل الميكس، وخاصة يعني زي ما انا قلت لك قبل كده، اليوم اللي سجلت فيه مش لازم يبقى نفس اليوم اللي انت هتشتغل فيه الماستر، فلازم تكتب الديتيلز. الجيتار ده ليس بول ولا تيليكاستر ولا ستراتوكاستر، الافكت او البيدال اللي انت استخدمته ايه، سواء سجلت بميكروفون سواء سجلت بامب سيميليتور، ايا كان الحاجات دي هتفرق معاك. خش بينا على الميكسينج كونسول ونبتدي اول حاجة وهي الاي كيو. في الميكس كونسول بتاع الكيوبيز زي ما انت شايف هنا بيحاول بقدر الامكان يوصلك كأنه ايه، ميكس كونسول حقيقي. دايما لو انت بتشوف صور في الفيدرز بتاعت الميكسر اللي قدام مهندس الصوت في الاستوديوهات الضخمة وكده، بتبص تلاقي فيه شوية نوبس كده كتير، والواحد بيبقى تايه في النص مش عارف دي بتاعت ايه. ولا دول منهم بإكيوز، زائد منهم كومبريسورز وحاجات كتير قوي هنشوفها دلوقتي مع بعض. اول حاجة لازم تتعمل وهو الهاي باس فلتر، سواء كان لو باس او هاي باس، وبعد كده هنشتغل في الاي كيو ان ديتيلز. بعمل ازاي اللو باس فلتر؟ اللو باس فلتر ده انا بوصل لاخر نغمة بيز في الجيتار، صوت الجيتار، وبشيل اللي قبليها. بمعنى ان بدور على النغمة اللي انا حاسس ان دي اخر نغمة في الجيتار، ده صوت البيز، وبعد كده النغمات التانية بحس ان هي ايه، ما لهاش لازمة، فدي بشيلها. وده زي ما انت فاكر في الميكس والماستر الحلقة ديت، ده سميته هابو. فتعال نشوف صوت الهابو ده هنا في الجيتار ده فين. عملته سولو وهدور على اخر نغمة فين عشان اشيل اللي بعديها. كده مناسب، او اعتقد ان انت لو سامع كويس هتعرف ان اللو كات فلتر شال هابو كتير قوي. تعال نشوف بقى دلوقتي الهاي كات فلتر. بوصل برضو بنفس الفكرة لأبعد نقطة في الهاي اند بتاع الجيتار وبشيل اللي قبليه. فده بيبقى الشكل بتاع اللو كات والهاي كات فلتر بتاع الجيتار ان جنرال. تعالوا بقى نخش في الديتيلز بتاعت الاي. زي ما انت شايف عندنا في الاي كيو اهو، في ادي الجزء بتاع الهاي، الجزء بتاع الميد، الهاي ميد، وادي الميد، وادي اللو. لازم نعمل لهم اكتيفيت الاول. انت تدوس على الزرار ده كده هيزرق، يبقى كده ايه شغال. تعالى بقى ايه نسمع ونشوف.
بنحاول بقدر الامكان نخلي الهاي مش هرش قوي. حلو قوي كده، انا وصلت الهاي صوت جميل. تعال نخش بقى في الهاي ميد. نخش في اللو ميد. شغلت الدرامز بحيث ان انا برضو اسمع صوت الفريكوانسيز اللي انا شغال عليها ما تبقاش ايه اوفر، يعني بعمل حاجات اوفر. تعال برضو كمان نشغل البيز. ابتديت احس ان الهارشنس زيادة شوية، فهضطر ان انا اقلله من الهاي. ده الشكل بتاع الاي مبدئيا كده اللي انا اشتغلت عليه في الجيتار، اللي انت ممكن برضو تستغنى عن الشكل بتاع الكونسول. هنا انت ممكن تدوس حرف الاي ده يطلع لك الشكل بتاع الاي تظبط الاي بتاعك عادي خالص من غير اي مشاكل. اعتقد كده جميل جدا بالنسبة للجيتار ده. كده انا مبسوط من صوت الجيتار. خلي بالك احنا ماشيين ايه لاين. احنا دلوقتي معانا لاين جيتار 1، لاين جيتار 2، وجيتار 3 والسولو. تمام، فخلينا ماشيين جيتار وبعد كده هنعيد نفس الحاجات دي هي مع بقية الجيتارز التانية، بس مع مراعاة حاجات كده هقولها لك. اما فتاني نقطة وهي الكمبريسور. في الجزء بتاع الكمبريسور انا بحب اشتغل بالتيوب كومبريسور معظم الوقت. فتعالوا كده نشوف الكمبريسور ده بيقول ايه. ده الجزء بتاع الشانل ستريب في الكيوبيز. عندك كذا سلوت كده وعامل لك كأنك معاك راكات من السيريز 500، ومن ضمنهم الكمبريسور اللي انا قلت لك عليه التيوب ده الاي كيو، ده الكمبريسور. في شكل تاني للكمبريسور ده، وهو تدوس على الاي ديت هيطلع لك الشكل ده مبسط اكتر ان انت تقدر تتعامل معاه وتطلع منه بكاركترز كتيرة. في حاجة برضو عاوز اقولها لك، يعني علشان تعرف ايه هو الكمبريسور ده. معظم الناس ممكن ما تقدرش تفهم يعني ايه كومبريسور، او الكمبريسور ده بيشتغل ازاي، او اقدر اعرف ان انا بعمل كومبريسور ولا لا، اقدر اعرف اذا كنت اوفر كومبريس الحاجة بتاعتي او لا. مش هتيجي غير بان انت تمرن ودانك وتقعد تجرب نوب وتشوف بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده ايه وهكذا. الاتاك والريليس. الاتاك امتى بيشتغل الكمبريسور؟ بعد على طول البيك بتاع ضربة الجيتار بتاعتك. اول ما بتضرب الجيتار ضربة بيطلع كده الوفاية بتبقى ايه كبيرة، هو بيشتغل بعديها بقى على طول بكام ثانية. الجزء ده فاست اتاك، والجزء اللي على اليمين ده سلو اتاك. معظم الوقت الناس بتحب الفاست اتاك، بيبقى صوته احلى، يعني على طول بعديها يخش وراه على طول. برضو بيديلك ريديوس، الصوت ما يبقاش حد قوي. واما بالنسبة للجزء بتاع الريليس فهو للديل بتاع الوفاية بتاعتك.
الوفاية نفسها اخرها عامل ازاي. الريليز بيأكتف الحتة دي، بيشتغل لك شوية فيها بدل ما تنزل بسرعة يخليها لا تاخد شوية وقت عقبال ما تنزل. فده معناه ان هو ايه، بيضيف لك باور جين مور كاركتر للجزء الديل بتاع الوفاية ده. يلا بينا نشتغل على الكمبريسور. تهيألي كده وصلنا بشكل كبير قوي لشغل حلو طالع من الاي والكمبريسور في نفس الوقت. فيلا بينا نشوف الاي بتاع الشانل التانية. اول حاجة عملتها خالص وهي ايه، زي ما اتفقنا اللو كات فلتر والهاي كات فلتر. حاجة كمان عاوز اقولها لك، دايما لما تبقى شغال في جيتارين بيعزفوا الاتنين مع بعض في نفس الوقت لازم تراعي ان الايكيو الاتنين ما يبقوش زي بعض. دي حاجة مهمة قوي، دي هتدي لك more depth width في السماعات لما تيجي تقلبها بعد كده left و right. طيب لحد دلوقتي انا شايف جميل. يلا بينا نخش على الكمبريسور. الكمبريسور ممكن يبقى هو زيه بالظبط عادي، مفيش مشكلة يعني. تعال بقى نخش ونسمع الاتنين مع بعض ليفت ورايت. خلي بالك لازم يبقى معاك هيدفون، هتنبسط جامد قوي. يلا بينا نسمع ليفت ورايت. الخطوة اللي انا بعملها دي دلوقتي وهي ان انا بحاول بقدر الامكان اظبط الايكيو ما بين الاتنين عشان يديني عرض زي ما قلت لك ما بين الليفت والرايت، ويبقى الاتنين في نطاق فريكوانسي بعيد عن بعض، ما يدوش فيز. انا شايف ان الاتنين صوتهم رائع كده. شوف بص، انا ما حطيتش ثيرد بارتي خالص، كل اللي انا استخدمته ايه، الايكيو والكمبريسور بتاع الكونسول اللي هو جايبهولي في الكيو بيز فقط لا غير. يلا بينا نعمل لينك للتراكين دول علشان نقدر نتحكم فيهم اكتر في الليفلز، يعني يبقى الموضوع ايه سهل بالنسبة لنا، وكل حاجة ايه تحت ايدينا في حركة واحدة. حلو جدا. عاوز بس اقول لك على حاجة، حاول
تخلي اللي انا قلته لك في الحلقة بتاعت الميكس والماستر برضو طبقوا على الحلقة دي. يعني في الحلقة دي هقول شوية حاجات بس على الجيتار فقط، لكن بالنسبة للميكس والماستر عاوزك ترجع لها تاني عشان برضو الاتنين هيبقوا يعني بالتسلسل مع بعض. دي هتساعد دي. طبعا انا مش هعمل ميكس للدرامز والبيز لان الحلقة دي خاصة بالجيتار. بعدين بقى لو انت محتاجني ان انا اعمل لك حلقة مفصلة ازاي تعمل ميكس للدرامز، ازاي تعمل ميكس للبيز والاي كيو بتاعه وهكذا. اما تالت نقطة وهي الجروب باس. جروب شانل بيسهل لك ان انت تابلاي اي افكت على التو شانل بسهولة. نسميها مثلا جيتار جروب او جيتار جرو. حلو قوي جيتار جرو. تعالوا نقرب الجيتار جرو ده. نخش في ثيرد بارتيز ولا نعمل اي كيو؟ اعتقد نعمل اي كيو برضو ليه يبقى حلو. تعالوا نعمل كومبريسور تاني. تاني ليه لا؟ يعني نعمل فينتج كومبريسور. تحس ان هو بقى more glued، الاتنين مع بعض more glued together. يعني بقوا الاتنين تحس ان هم مترابطين مع بعض اكتر من الاول. نايس 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 نايس. تعال نخش على الجيتار التالت. كل ده احنا في الاي كيو والكمبريسور فقط. هحاول ان انا ابعد الفريكونسي بتاع الجيتار التالت عن الفريكونسي بتاع الجيتارين مع بعض. هما التلاتة بيخبطوا في نفس الحتة، بس هحاول بقدر الامكان بالاي كيو ان انا اعمل الحتة دي. ده غير الماسكينج اللي انا قلت لك عليه قبل كده. حلو جدا كده، انا بالنسبة لي بقى واضح ومسموع. ده غير الكمبريسور. يلا بينا نحط كمبريسور ونشوف هيدي ايه. كل ده الكمبريسور والاي كيو فقط. تعالوا نخش على اللاين الاخراني. ده كان بتيليكاستر واستخدمت الاكسيوس. الاكسيوس ده بيدل حلو قوي، هو والامبستر. عاوز تشوف التو بيدلز دول صوتهم هيعجبك قوي. تعال نخش على السولو. صوت جميل برضو. ده انا كنت لعبه بالتالي نفس القصة، وهي اللو. خدت بالك هنا كلت اكتر من بقية الجيتارات التانية في السولو، وده لاني في وسط المزيكا الباقي ده كله مش مسموع فشلته، ملوش لازمة عشان بيخبط في الجيتارات التانية. انا مبسوط جدا بالناتج. الناتج الاتنين مع بعض، الكمبريسور والاي كيو بتاع الكونسول نفسه صوتهم رائع. فاكر في تريكه كده قلت لك عليها، وهي ان انت تحط على الماستر اي كيو. لو مش فاكر ارجع للحلقه بتاعت الميكس والماستر يا برنس. وكمان المونو كنترول
برضو مش فاهم يعني ايه خش واتفرج على الحلقة يا بريت. كل ده انا ما حطيتش اي حاجة خالص في الشانلز، والدنيا رايقة وجميلة وحلوة وبسيطة، مفيش اي حاجة خالص في ثيرد بارتي غير على الاستيريو. طيب تعالى بقى نعمل حركة حلوة قوي، وخاصة في الرhythm شانل بتاعنا، وده هيحصل على الجروب شانل. مبدئيا كده انا عاوز اديله مور ايميجينج، يعني يبقى الصوت واضح في الليفت والرايت. فده بيحصل من حاجتين اتنين، اول حاجة الاي كيو، بس اي كيو معين، وتاني حاجة بيبقى الايميجر، حاجة اسمها الايميجر. اول نقطة تعال نخش على الاي كيو، وهي اسمها فريكوانسي تبع شركة كيوبيز برضو. ده الشكل بتاع الاي كيو بتاعنا، وده نقدر نطلع بيه بالليفت ورايت وميدل وشغل عالي قوي. تعال نسمع. طيب دي اول حاجة خدت بالي منها، وهي رقم 3. الصوت فيها هونكي كده، ماشي. الصوت الهونكي ده في الميدل حلو، لكن في الليفت والرايت انا عاوزه يبقى صوت هونكي. فهنخش نعمل ايه؟ بص، هتدوس على 3 ديت، وهتلاقي في حاجة اسمها دايناميك. ده فئة اسمها دايناميك اي كيو، بس الاحسن كمان ان هو بيشتغل على الليفت والرايت. خدت بالك اول ما دوست على الزرار اللي هنا ده كان ستيريو، اول ما دوست هنا عمل لك مونو وستيريو. الجزء اللي انا نزلته تحت ده المونو، اما الاستيريو اللي انا هشده لك فوق ده، لا استنى، مونو اللي انا الاستيريو اللي انا هشده فوق ده بيشتغل على الليفت والرايت. المونو اهو اللي في النص. اوكي تعال نسمع. حاسس ان 5 دي ممكن تبقى احلى من كده شوية. اديت سنة ايميجينج اكتر للليفت والرايت والميدل، كأني كده عامل كيو مخصص في الميدل وكيو مخصص للليفت والرايت. خش على الجزء بتاع الجيتار جروب، وهو الايميجينج. بص، انا استخدمت هنا حاجة انا ما كنتش محضر ان انا استخدمها الصراحة، بس انا عندي شوية بلجنز، فقلت اجرب السراوند سيستم اللي موجود عندي. فبصيت لقيت فيه حاجة اسمها MV360، جربته عجبني جدا. بصيت لقيت فيه حاجة اسمها سوليد سنتر. دايما بيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي لما بنشتغل على الليفت والرايت بتاع الجيتارات، لما بنيجي نسمع مونو بتلاقي الدنيا فاضية، تلاقي فيه حاجة ناقصة، تلاقي فيه مش هو ده اللي انت سامعه. لما جربته حطيت السوليد سنتر ده، بصيت لقيت اللي هو كأنه عمله مونو، بس ستيل لسه في الايميجينج ليفت ورايت. كل ده من غير ما احط ثيرد بارتيز كتير، حطيت بس 3 حاجات ثيرد بارتيز في الميكسر كله، ما حطيتش اي حاجه كليفت ولا رايت. لسه في شويه سيرجريز ديتيلز للجيتارات، وهي جزء من الاكيوز، ظبط الاكيو اكتر وهكذا. وبعد كده هعمل الريفيرب والديلي. تعالوا نخش على الجزء اللي بعد كده، وهو ان انا هحط ريفيرب. هل هحط ريفيرب ليهم كلهم مع بعض في نفس الوقت، ولا كل حاجه لوحديها، ولا ايه بالظبط؟ بص تعال اقول لك حاجه. اولا بس عشان تبقى عارف الريفيرب، لما احط الريفيرب فانا هحط الريفيرب اديله احساس ان الدنيا دي متسجلة في اوضة صوتها مميز. مثلا الصوت المميز ده بيدي كاركتر للاوفر اول بتاع الجيتارات. فهل انا عاوز الاوفر اول بتاع الجيتارات يبقى طالع من نفس الروم، ولا كل واحد ليه روم مختلف؟ اعتقد ان كل واحد نفس الروم، ده يبقى حاجة حلوة قوي. فتعالوا يلا بينا نشوف، ناخد السند ده بقى ايه شغل افكت شوية، FX channel، ودي ليها كونسول كده صغنون كده انا عامله
الميزة في الكيوبيز ان هو بيديلك 4 كونسولز، يعني تقدر تشتغل مثلا كونسول لوحده زي ده ليفلين واكيوز وزي ما انت عاوز، كونسول تاني تقدر تعمله اف اكس شانلز، كونسول تالت تقدر تعمله خاص بالجيتارات بس، عندك كذا مونيتور تقدر تحط يمين وشمال اللي انت عاوزه، فدي ميزة يعني. طيب تعال نخش على الريفرب اللي انا اسميه هيدروم ده. هقوم جاي حاطط له third party، هحط له third parties هيدروم اهو، هحط له مثلا ريفرب. تعالوا نشوف ريفرب. عندنا كذا ريفرب اهو، في ريفربات صوتها خطير جدا بس مش فاكر اسمها بقى. ده برضو بتاع الكيوبيز ارت فيرب، بولروم برايت شامبر انجلش فرنش جابان. هو في ايه؟ هو ايه الحكاية؟ طيب تعال نشوف LA ستوديو ده بيقول ايه. تعال نشوف ده بيقول ايه. اعتقد ده هيبقى احسنهم لان ده خاص بالروم فقط. الروم وذا فيو. اوضه مع الرؤية. تعالى السي فيو ده بقى ولا ايه؟ تعال نشوف. بيديله مور دبث ومور وومث. جميل قوي الريفرب. طيب انا بيتهيألي ان انا هحط كل الجيتارات طالعة من الريفرب ده. تعال نخش على الشانل اللي بعديها. الصوت طالع جميل قوي 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 وسموز جدا. ده كل ده بالحاجات اللي ايه، الحاجات اللي مطلع الصوت وحش قوي دي. تعال نخش على السولو نسمع الروم والهيدروم بتاعته عامله ازاي. واو. تعال نسمع بقى التلاتة طالعين من نفس الريفرب شانل صوتهم عاملين ازاي. عاوز اقول لك الصوت يعني في عالم تاني. طيب تعالى دلوقتي نخش على الجزء التاني وهو الديلاي. دايما الناس بتسألني الديلاي احطه قد ايه ويبقى بنسبته عاملة ازاي وحاجات زي كده. فانا ردي ليك هيبقى الديلاي اللي انت سامع صوته حلو حطه، يعني مش هيفرق نوع الديلاي ايه ولا هيفرق قد ايه تايم ولا تفاصيل بتاعه الديلاي مش هتفرق. بص انا عندي كل دول شانلز بتوع ديلاي ودايما انا بشتغل بديلاي واحد بس اللي هو اسمه اتش ديلاي. بس تعال نجرب مثلا تايمليس 2. معرفوش ايه ده اصلا. ده تبع فاب فلتر، يعني اول مرة اشوفه وشكله معقد شوية. مش فاهمه. مش فاهمك بس يلا تعال نجرب.
هو مبدئيا من غير اي حاجه صوته حلو قوي 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 قوي. يعني انا ما عملتش حاجه، يعني ما اخترتش اي حاجه، هو انا حاطط البتاع ده بس كده. صوته حلو قوي. صوت رائع 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 رائع. وبكده يا عزيزي تكون وصلت لنهاية الجزء العملي، ولو انت وصلت معايا للجزء ده فانا اهنئك واحييك على صبرك وطولة بالك، لان الموضوع ده محتاج صبر، طولة بال، شغل كتير، صبر، شغل وصبر. ونخش الفقرة الأخيرة وهي شوية ديتيلز عاوز أقولها لك أكتر، لكن بعد الفصل الموسيقي. وفي نهاية الحلقة أتمنى تكون إن أنت استفدت وتقدر توظف كل اللي أنت شفته في الحلقة في المزيكا الجديدة بتاعتك. عاوز أقول لك شوية نصايح قبل ما انهي الحلقة. النصيحة الأولى، قبل ما تسجل الجيتار العب كتير الريف اللي انت عاوز تسجلها، وجرب افكتس كتير، وجرب جيتارات كتير لو انت عندك كذا نوع جيتار قبل ما تسجل، وتسمع الفريكونسي او تسمع صوت الجيتار هل ده ملائم في الريكوردينج ده ولا لا، سواء كانت ريف او سواء كان سولو، لان كل جيتار ليه فريكونسي خاص. اما لو انت عندك جيتار واحد فعاوزك تهتم بالبيك ابس اللي هتستخدمها في التسجيل، سواء كانت البريدج او البريدج مع الميدل، او اذا كانت النيك بيك اب، مش فارقه على قد ما هي تفرق الصوت لازم يكون طالع حلو قبل ما يخش في الدو او البرنامج اللي انت هتشتغل عليه. وهنا زي ما انت شفت معايا كان كيوبيز. النقطة رقم 2، اهتم بالليفل بتاع التسجيل، ولا يكون عالي قوي ويخبط ولا يكون واطي قوي عشان ما تلاقيش بعد كده حاجة تشتغل عليها في البروسيس بتاعك. الرينج بتاعك يكون وسط، ولا هو عالي ولا هو واطي، ومليان، الرينج بتاعك مليان. ويكون حاجة جميلة جدا لو انت ابتديت تسجل بالكمبريسور، بيضخم شوية الوفاية اللي داخلة في البرنامج. النقطة التانية اللي عاوزك تهتم بيها وهي الاكيو. لازم تعمل كل جيتار لوحده على حدة، مش هينفع تعمل الجيتارين مع بعض الا لما تخلص جيتار الاول وبعد كده تخش على الجيتار التاني. ولازم كل جيتار تحس كده ان هو ابتدى يتعشق في الاغنية صح، سواء كان ليفل او كان اكيو، قبل ما تخش على النقطة اللي بعديها وهي الكمبريسور. النقطة الثالثة، علشان تقدر تطلع بأحسن حاجة من الكمبريسور، خش وذاكر كتير الكمبريسور واسمع كتير قوي الكمبريسور، وشوف الكمبريسور بيبقى هنا حلو معاك ولا لا، او خش شوف البريسيتس اللي موجودة معاك وابتدي العب فيها وشوف هو عاملها ازاي عشان تقدر تجيب فكرة ان الكمبريسور بيشتغل ازاي. عاوزك تشوف الحلقة بتاعت الميكس والماستر اللي هتطلع هنا فوق في حتة من الاتنين دول. اتمنى تكون حلقة النهاردة فادتك وقدرت اوصل لك حاجة تساعدك في المزيكا بتاعتك. لو انت حابب محتوى اعمله لك زي كده او عندك اي استفسارات يا ريت تسيب لي في الكومنت تحت، واشوفك على خير.